على نحو هذه النقط الأربعة، بحيث أن الله علم وكتب وشاء وخلق، فعلم ما سيكون وكتب ما سيكون وشاء أن يكون وكان ذلك القدر. ثم نقول بعد ذلك إن قدر الله سبحانه وتعالى كله خير، ليس هناك قدر اسمه شر، فقدر الله سبحانه وتعالى كله خير لا شر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك في بعض مناجاته في الليل وفي دعائه وباستفتاحه للصلاة قال والشر ليس إليك. معنى ذلك أن الشر لم يأتي من قبل الله سبحانه وتعالى، keburukan tidak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. فعلم بذلك أن القدر كله خير، لأن الشر لم يأتي من الله بتة. طيب, kenapa para ulama mengatakan beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk, padahal semua qadar adalah baik?